مالك زمالك، اوعى تخسر بكره. زيزو اسوأ لاعبي النادي الاهلي النهارده، سيء جدا، تحسه نازل الملعب مقموص، زعلان، متضايق. انا بس عندي سؤال والله العظيم واحد، هل زيزو افضل من محمد بركات؟ زيزو يا جماعه اقسم بالله لو لعب باك يمين، باك يمين كان زمانه، ده انا بتكلم بقى من ايام الزمالك، من ايام ما كان بيلعب في الزمالك، كان زمانه اسطوره مصريه في المركز ده. ما عنديش كلام تاني اقوله، والله ما عندي كلام تاني اقوله. اتفرج على الفرق بين زيزو وحسين الشحات كجناح، حسين الشحات في حتة تانية خالص خالص. وانت يا ابني انت ايه بالظبط؟ ايه حكايتك معانا؟ انت مين؟ انت مين؟ ده انا نفسي اعرف العين اللي شافتك وجابتك عشان اخزقها له. ابيض، لا ابيض وربنا لعيب ابيض، ما عندكش خلفيه 1% عن الكوره. بالنسبه ليك يا كوكا، انت يا ابني والله العظيم يا كوكا، يعني انت مش نافع باك شمال، وقلت لا انا مش عايز العب باك شمال عشان ده مش مركزي، فلعبت 6. طب ايه الجون اللي دخل فينا ده؟ انت ايه حكايتك؟ انت مش نافع ولا باك شمال ولا نافع 6. هادي رياض سيرد باك كويس كويس، بس مش سيرد باك السوبر. لا انا شايفه بطيء جدا في اوقات، في اوقات وهو بيجري ورا لاعب بطيء جدا. يعني هادي رياض كويس والله، لعيب كويس على راسي، بس مش سيرد باك سوبر. اتمنى ان هو يشتغل على نفسه اكتر في موضوع السرعه دي، مش عارف يعملها ازاي، بس ده شغلك انت، ده شغلك انت، ده بتاعتك انت تعملها. ما اعرفش والله ما اعرف، بس انا شايف ان انا محتاج منك اكتر من كده. يوسف بالعمري، تسلم العين اللي شافتك وجابتك يا ابني والله العظيم. عندك شويه حاجات بسيطه، هفوات بسيطه دفاعيا، بس ان شاء الله مع الوقت انت لعيب كبير، لعيب منتخب مغربي، لعيب كواليتي عالي، لعيب سوبر فعلا. والله تسلم العين اللي جابتك يا ابني، تسلم العين اللي جابتك. اوتاكا بيجري كتير جدا في الملعب، جرينتا وروح، بس مفيش اللي احنا طالبينه. يعني انا طالبك راس حربة، انا مش طالبك تجري في الملعب بس، انا عايزك تخطف جونين. ده عايز اشوفك بتحاول على المرمى حتى، يعني فاهم، عايز اشوف في محاولة ليك على المرمى. انا مش عارف ده لعيب فيك ولا لعيب في اللي ما بيلعبكش في الملعب، اللي كور قليلة بتوصل لك، ولا لعيب فينا احنا كجمهور، يعني فاهم. فالنادي الاهلي محتاج راس حربة سوبر، النادي الاهلي محتاج راس حربة سوبر. خلصانه، انت بعت وسام بعد ما تألق معانا، بعته بمبلغ كبير، تجيب لي بالمبلغ الكبير ده لاعب سوبر. مش شرط اللي انت تصرفه كله يا سيدي، لا بعته ب7 مليون اجيب ب4 مليون، مش هخسر حاجه. تريزيجيه، الروح، الاداء، اكتر واحد بيقاتل في الملعب، الهداف اللي يعني في كلام كتير قوي حلو عايز اقوله له، بس تريزيجيه بقاله فتره فعلا يعتبر شايل النادي الاهلي، شايل النادي الاهلي حرفيا. تريزيجيه اللي كنا بنقول ما بيسجلش برجليه، بقى بيسجل برجليه وبدماغه، برجليه وبدماغه. فالله اكبر عليك يا ابني، استمر جرينتا، استمر في الروح دي، انت الروح فعلا، كابتن نادي اهلي. اشرف بن شرقي، نزل اشرف بن شرقي، ما شفتلوش حاجه غير الكوره المرتده، ودايما انا كنت بقول ان اشرف بن شرقي من اكتر اللعيبه اللي تقدر تعمل لك المرتده كويس جدا جدا جدا، وحصلت، وكان سبب في طرد مباشر للاعب من اللاعبين المقاولين. فاشرف بن شرقي هتحتاجه كويس جدا في الوقت اللي انت بتلعب فيه الكونتر اتاك، هيفيدك جدا. عندك اكتر من كده يا اشرف، والله عندك اكتر من كده والله العظيم يا حبيبي، انا بحبك. النينجا حسين الشحات، نينجا. نينجا، ما عنديش كلام تاني اقوله والله. تخيل ده كان بيقعد لطاهر، تخيل حسين الشحات كان بيقعد لطاهر محمد طاهر. والله العظيم يعني الواحد بيشوف حاجات غريبة وعجيبة تخليك قاعد مستغرب ومستعجب، ايه اللي بيدور وايه اللي بيحصل، ايه الدنيا دي، ايه الفريق ده، مين طاهر محمد طاهر، ازاي طاهر محمد طاهر قاعد دكة، يا نهار اسود لحسين الشحات. انت انا تعبت والله العظيم، تعبت. اما انت بقى والله العظيم انا بحبك، بس انا مش قادر افهمك.
يعني انا مش قادر افهمك يا بر رمضان والله العظيم. وانت من اللعيبه اللي كلامها قليل جدا، من الواضح كلامها حتى مفيش وجود ليك على الميديا عموما، ودي حاجه مفرحاني وبسطاني. بس انا مش فاهمك، انت ليه اوقات بتكون جامد قوي وليه اوقات ما بنشوفكش؟ انا عندي ثقة فيك كبيرة جدا، ثقة كبيرة جدا يا بن رمضان فيك والله العظيم. انت عندك احسن من كده بكتير واقوى من كده بكتير. مستنيينك يا اخويا. زمالك زمالك، اوعى تخسر بكرة، اوعى تخسر بكرة او تتعادل، عشان ووب. ايوه خد بالك يا حبيبي وما تخافش.